السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خمرات اللي عامرين بالخضره والجبن، فخليكم معنا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا بالنسبه للقمح فاستعملنا زلافه وجوج لايف ديال دقيق الفورس، درنا معلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، وغادي نبداو في الاضافه ديال الماء كيف ما كتشوفوا بالتدريج. الماء طبعا دابا حيت الحال بارد يعني كنديروه دافي، ما يكونش بارد عاوتاني ما يكونش سخون بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا كنبداو نجمعوا المكونات مع بعضياتهم، وغادي نشكلوا عجينه. طبعا العجينه راه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، وفي نفس الوقت ماشي تكون جاريه ولا كتلتصق في اليدين. ها انتم غادي تشوفوا معنا كيف ما هو موضح في الفيديو. فكنحاولوا اننا نجمعوا العجينه مع بعضياتها. كيف ما شفتوا راه حنا باقي ما استعملناش اولا ما ضفناش الملحه، فحنايا كنخليوها حتى كنجمعوا العجينه مزيان عاد كنضيفوها باش ما تحيدش لينا المفعول ديال الخميره. هنايا كنحاولوا اننا ندلكوا العجينه مزيان. من الاحسن تجي هاد العجينه مرخوفه، ما تجيش عاوتاني قاصحه بزاف. هنا كيف ما شفتوا في هذه المرحله عاد ضفنا مليحه، غنضيفوا شويه الماء وغادي نحاولوا ندخلوها مع العجينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا، فكنحاولوا اننا ندلكوا العجينه مزيان حتى كتبدا تطرطق. صافي، وغادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نجمعوا العجينه مزيان، وغادي تشوفوا معنا القوام ديالها ولا كيفاش خصها تكون. الصراحه هاد المخيمرات هادو راه بهاد العجينه هادي كيجيو خفاف وخاويين من الوسط وزوينين بزاف. كيف ما كتشوفوا كنستمروا في الدليك ديال العجينه هاك بهاد الطريقه هذه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنديروا شي شويه ديال الزيت، وكنديروها في بانيو ولا بلاستيكا وكنخليوها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هنا درناها في هذا البول هذا، وغادي نغطيوها بلاستيكا وبشي زيف باش تخمر، وغادي ندوزو معاكم باش نشوفوا الحشوه اللي غنعمرو بها. طبعا حنايا هادشي اللي استعملنا فلفله حمراء وخضراء والبصله، ومن بعد عاد غادي نضيفوا خيزو اللي حكيناه. حنا ما ضفناش في هذه المرحله، درنا شي شويه ديال زيت المائده، رشيشه ديال الملحه طبعا على حسب الذوق، وغادي نحاولوا نشحروا المكونات مع بعضياتهم. طبعا نتوما في هذه المرحله تقدروا تضيفوا اي حاجه متوفره عندكم، كفته ولا دجاج ولا اللي متوفر. كيف ما شفتوا هنايا ضفنا واحد الجزره اللي حكيناها، وغادي نحركوا المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا اولا حتى يدبلوا لينا دوك المكونات والخضر. هنايا عاد غادي نبداو في الاضافه ديال التوابل. كيف ما شفتوا هنايا راه الخضره طاحت لينا ولا دبلات. ضفنا التوابل اللي هما القزبر حبوب مطحون، عندنا الكمون، الخرقوم، شي شويه ديال التحميره، شويه ديال البودره ديال الثوم، سكينجبير، وهنا عندنا شي شويه ديال الهريسه. غادي نخليو الحشوه هنايا تبرد، يعني من مور ما غادي نكملوها، وغادي ندوزو معكم العجينه من مور ما ضاعف لينا الحجم ديالها. وكيف ما غادي تشوفوا معنا هنايا باستعانه بالقمح غادي نبداو كنشكلوا في العجينه على شكل كويرات. نتوما غادي تشوفوا معنا. طبعا الحجم كيبقى اختياري ليكم نتوما. انا حاولت انني نسرع الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. هنا قسمنا الكميه ديال العجينه على جوج، وعاد غادي نبداو نشكلوهم كويرات. طبعا الحجم كيبقى اختياري كيف ما قلت لكم، وتقدروا ديروا الميزان او لا عينكم ميزانكم. صافي هنا غادي نشكلوهم على شكل كرات، وباستعانه بدقيق القمح كنحطوهم جانبا باش نرجعوا لاول وحده درناها. غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملوا العجينه ديالنا كامله، وعاد غادي ندوزو باش نبداو نعمروها بالحشوه اللي درنا. طبعا كيف ما قلت لكم قبل راه تقدروا ديروا في ديك الحشوه اللي بغيتو، دجاج ولا كفته ولا طون ولا اي حاجه متوفره. حنا الصراحه درنا غير الخضره حيت بغيناها بلا لحوم، وغادي نستعملوا الفرomاج. نتوما معنا غادي تشوفوا.
هنايا مباشرة غنبداو نعمرو في الكرات. كيف ما كتشوف كنحاولوا اننا نحلوها غير شي شويه، يعني ما نرققوهاش بزاف. وغادي نديرو شي شويه ديال الفرماج. كيف ما شفتوا بالنسبه لينا حنا استعملنا فرماج موتزاريلا، نتوما اللي متوفر عندكم طبعا تقدروا تستعملوه. كنجمعوها بهذه الطريقه هذه، وحاولوا انكم تسدوها مزيان باش ما تحلش لكم ملي تكون كطيب. صافي، وغادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا يعني الكميه اللي عندنا كامله. هنايا مباشره من مور ما كنكملوا الكميه كامله كنبداو نحلوا المخيمرات ديالنا وكنطيبوه. غادي نستمروا حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندنا ديال المخامر كامله. صراحه هاد المخيمرات راه الاجينه ناجحه وزوينه بزاف بزاف، فكنتمنى انكم تجربوها وغادي تصدق معكم ان شاء الله من اول مره. بالنسبه لينا حنا خرجوا لينا 10 ديال المخمارات. صراحه راه جاو ناجحين وزوينين بزاف. هنايا مباشره كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه ناجحين، ويعني العجينه فاش كديروها كطيب راه كتنفخ كيف ما غادي تشوفوا معانا. جاو زوينين بزاف الصراحه. شفتوهم كيفاش كتنفخ العجينه، راه كيجيو ناجحين. وبالنسبه للبوطه حنا وريناكم كيفاش خصها تكون. صافي هنا غادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا الطياب ديال المخيمرات ديالنا كاملين، وغادي تشوفوا معنا في الاخير النتيجه. هنا كيف ما شفتوا راه كيف ما كنرميوها كنحاولوا نقلبوها بهاد الطريقه هذه باش كتنفخ. كنحاولوا اننا ندوروها بحال هكا. كيف ما شفتوا معنا حنايا راه استعملنا يعني مقله اللي كتكون خفيفه شويه، يعني ماشي المقله ديال بالنسبه لينا حنا ما استعملناش المقله الثقيله ديك اللي كتكون ديال وجده، ولكن استعملنا غير مقله خفيفه. داكشي علاش الصراحه جاو كيتنفخوا لينا المخيمرات ديالنا. صافي، وغادي نستمروا بنفس الكيفيه كيف ما شفتوا. هنايا راه العجينه الناجحه ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول مره. هنا كيف ما غادي كتشوفوا معنا راه كنحاولوا اننا نمسحوا المقله من ديك السميده اولا الفينو اللي بقى فيها باش ما يتحرقش لينا. وصافي غادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا الكميه ديال المخيمرات اللي عندنا كامله. غادي نحاول انني نسرع عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل. كيف ما كتشوفوا هنايا كنحاولوا اننا ندوروها باش طيب لينا من كاع الجهات. صافي غادي نستمروا معكم حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. شوفوا تبارك الله راه غادي يجيكم ناجح ان شاء الله وكيتنفخ. وبالنسبه حتى الحشوه جات بنينه بزاف. هذه هي المخمره الاخرى اللي طيبناها. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله راه غادي تجي معكم ناجحه بزاف. وصافي هذه كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. حنا غادي نحلو معكم وحده وغادي تشوفوا تبارك الله راه جات زوين. جا زوين بزاف. وحتى بالنسبه للفرماج اللي درنا فيه جا معلك وبنين وزوين بزاف. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنسوناش من الاشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس، وما تنسوناش من لي كومونتير زوينين ديالكم. وبصحه والراحه في ملتقى قادم ان شاء الله.